تخيل معايا إن الشخص اللي بتسلم عليه كل يوم في الشارع، اللي تفتكره راجل طيب ومؤدب، ممكن يكون لابس قناع كامل. تخيل إن نفس الإنسان ده قادر يقتل أقرب الناس ليه، وياخد راحته ويدفنهم تحت أرض بيته، ويعيش بعد كده حياته طبيعي قدام الجميع. القصة اللي هحكيها دلوقتي مش فيلم رعب، دي حكاية حقيقية حصلت في بلادنا. بطلها واحد اسمه قذافي فراج عبد العاطي، اللي الإعلام سماه سفاح الجيزة. هنعرف مع بعض إزاي بدأ، إزاي نفذ جرايمه، وإزاي فكر إنه هيفلت من العقاب لسنين. استعد، لأن اللي هتسمعه ممكن يقلب مفاهيمك عن القرب والثقة. اسمه الكامل قذافي فراج عبد العاطي. اتولد أوائل السبعينات ودرس كلية الحقوق. كان عنده مكتبة صغيرة في منطقة بولاق الدكرور. في ظاهر الموضوع راجل هادي، بيضحك، بيعرف يتكلم كويس، وبيعرف يكسب ثقة الناس بسرعة. وده كان المكمن اللي استفاد منه، لأن الثقة دي عملت له غطا كامل. مشيئة القتل عنده كان ليها نمط متكرر: استدراج، خنق، تجهيز الجثة، شنطة أو تلاجة، ثم دفن مخفي تحت سيراميك أو في شقة تانية. يعني مش ارتجالي ولا هجوم فجائي، ده تخطيط سردي وبارد، وده اللي خلى الاكتشاف يستغرق وقت. الحدوتة بتبدأ في 2015. رضا صاحب لقذافي رجع من السفر ومعاه فلوس. الناس كلها بتقول إنه كان عايز يستثمر. قذافي قابله، قال له تعالى نعمل مشروع. دخل الشقة وما حصلش غير اللي محدش كان متخيله. التحقيقات بتقول إنه اتخنق، الجثة اتحطت في شنطة سفر كبيرة. بعد كده القذافي حفر في أرضية الشقة ودفن الجثة جوه، ورجع ركب سيراميك جديد فوق المكان. وبعدها كان بيرد على تليفونات أهل رضا ويقول لهم ما تقلقوش، هو مسافر تاني. بعد فترة ظهرت مشكلة داخل البيت، مشاكل مالية وخلافات. وفي لحظة مأساوية التحقيقات قالت إن قذافي خنق زوجته. مش هنوصف مشاهد، هنقول فقط الجثة اتحطت في تلاجة لفترة، وبعدها تم دفنها جنب جثة رضا. تخيل إنك قاعدة في بيتك وكل يوم بتعدي فوق بلاط بيتك اللي تحته حاجة صعب تخيلها. أخت الزوجة بدأت تسأل: أختي راحت فين؟ ليه مختفية؟ القذافي استدرجها للمكتبة أو المكتب بحجة الكلام والطمأنة، وحسب التحقيقات ما خرجتش من هناك على قيد الحياة. نفس الأسلوب، خنق ودفن في شقة تانية قريبة، مكان متحكم فيه. بعد كده القذافي سافر وراح اسكندرية. هناك اتعرف على ست شغالة في محل أدوات كهربائية، وعدها بالجواز، خد منها حوالي 45,000 جنيه، وبعد ما خلص هدفه قتلها ودفنها بنفس النمط. الجرائم محلية في البداية، بعدين بتوصل لمدينة تانية، وده بيورينا إنه كان بيسعى يهرب من الشبهات. السؤال الصعب: إزاي حد ممكن يفتك ب4 بني آدمين ويعدي 5 سنين وهو لسه طليق؟ جزء من الإجابة قدرته على التمثيل. كان بيتواصل مع عائلات الضحايا، يبعت رسائل ويقترح مبررات غريبة لغياب الناس. كان بيعرف يمثل دور القريب أو الصديق. جزء تاني: طرق الإخفاء المادية، تخطيط البقع، تركيب سيراميك جديد، دفن داخل مباني. وبكده التحقيقات العادية ما كانتش توصل للحقيقة بسهولة. نقطة الانهيار كانت بسيطة لكن فعالة: بلاغ نصب ضد قذافي من سيدة نجت من عملية نصب. البلاغ فتح ملف عند الشرطة، ومن خلال تحقيقات أولية في شبهة النصب، البوليس لاحظ شوية شواهد غريبة: أرضيات جديدة، تغيرات في الشقق. فبدأوا يحفروا، وفي أول حفرة اكتشفوا الجثة، وبعد الحفر تباعا برضو اكتشفوا الباقي. النيابة جمعت أدلة، بقايا آثار، تحاليل، شهادات من الجيران، وسجلات تليفونات. في دلائل ربطت كل الضحايا بالمشتبه بيه. المهم نقول نحترم سير التحقيق، ونفكر إن كل حاجة اتقدمت للمحكمة كأدلة، وشفنا أحكام بعد كده. المتهم اتعرض للمحاكمة في قضايا متعددة. النيابة قدمت دفوعها، والمحكمة أصدرت أحكام بالإدانة، ومن ضمنها أحكام بالإعدام في بعض القضايا. القضية أثارت اهتمام صحفي وشعبي كبير، واسم سفاح الجيزة بقى مرتبط بحالة من الصدمة العامة. مش كل اللي بيحصل ممكن يتفسر بكلمة واحدة، لكن نقدر نرصد شوية عوامل. التلاعب الاجتماعي، شخص بيعرف يخدع الناس. دوافع مادية، سرقة، استغلال، ضعف الوعي المجتمعي أو عدم الإبلاغ المبكر.
وعلينا كمجتمع نسأل: إزاي نعلم الناس يلاحظوا علامات الشذوذ؟ وإزاي نزود ثقافة الإبلاغ من غير خوف؟ قصة جذافي فراج مش بس قصة جرايم، دي صفحة في كتاب لازم نتعلم منها. الشر ساعات بيظهر بلون هادي وممكن يبقى جنبنا من غير ما نتوقع، لكن العدالة اشتغلت في الآخر والحق طلع في المحاكم. لو عايز تقرأ ملفات القضية أو تسمع جلسات المحاكمة، اكتب المصادر في الكومنتس وهنجيبها لك. لو شايف إن الفيديو مهم، شاركه مع أقرب الناس ليك عشان الوعي يوصل. لو عايز قصص تانية بنفس الأسلوب والتحليل، اعمل لايك واشتراك وفعل جرس التنبيهات. أشوفكم في فيديو جديد وربنا يحفظكم.